عدد من المستثمرين بصفاقس إلى عرض بعنوان صفاقس محرك وقاطرة للتنمية الجهوية استمع إلى إشكاليات عديدة تم عرضها بالمناسبة تتعلق بمجالات الصحة العمومية والشغل والطرقات والفلاحة والبيئة والاستثمار والبحث العلمي والتنمية المحلية والصناعة والتكنولوجيات المتطورة. كما أثيرت بالمناسبة عديد المسائل التي تعيق مجال الاستثمار. استمعنا إلى مسؤولين يؤكدون بأنه لتحقيق الموارد الضرورية للدولة سيقع العمل على تحسين أداء الجباية بكل الطرق، والأخبار المتداولة الآن غير مطمئنة، والخوف كل الخوف أن ينعكس ذلك سلبا على الاستثمار. عديد مشاريع موجودة اليوم وملفاتها حاضرة والمستثمرين موجودين، وبقات هذه الملفات هذه في الوقت الحاضر في التيروارات تنتظر المناخ الملائم لتحقيقها وإنجازها. كمقاولين احنا راهو نحبوا نشاركوا لتشغيل اليد العاملة المختصة. وثاني حاجة احنا بالنسبة لنا احنا السوق الليبية هي سوق بالنسبة لنا واعدة اشتغلنا في العديد من ونحبوكم تدعمونا في العلاقات وفي فتح والتسهيلات بالنسبة للمقاولين والصناعيين التوانسة. تحدثوا رجال الأعمال على المدينة باعتبارها كارت بوستال. لا أحد قال لك سيد الرئيس أننا ليس لدينا مسرح في جهة صفاقس، هناك مسرح مخرب. وفي معرض رده على تساؤل أحد المتدخلين بخصوص التوريد العشوائي وعدم تطبيق القانون، قال رئيس الجمهورية المؤقت: احنا كنا دائما نقولوا نعم يجب تطبيق القانون. فالفترة هذه نتاع الشغشبة اللي صارت الناس اعتبرت انه تنجم تعمل كل شيء، من اللي يبني بلا رخصه للي يورد بلا رخصه للي كذا، بشويه بشويه باش نرجعوا لتطبيق القانون. هذا قد ياخذ بعض الوقت لكن الاتجاه ماشيين فيه. مسألة الجباية تمت هي الأخرى إثارتها خلال هذا اللقاء، وبشأنها قال السيد محمد منصف المرزوقي: قبل كانت كان ندفعوا الفانسيس باش ما ندفعوش للدولة، والدولة رغم كل شيء يلزمها موارد. إذا الأمور واضحة. إذا لن يكون هناك تنكيل جباي، لكن أيضا لن يكون هناك تهرب جباي، لن نقبل لا هذا ولا ذاك. وفيما يتعلق بالبيروقراطية التي تعرقل مناخ الاستثمار وبالتالي إحداث مؤسسات جديدة، بين رئيس الجمهورية المؤقت: اليوم الناس شد الصف علينا بالاستثمارات، والحاجة يعني ملحة باش الناس على الأقل تشوف. وفي الوسط عندك يعني جهاز بيروقراطي، اولا وريث العهد البائد برجالته اللي هم مصممين باش الامور ما تمشيش كما ينبغي بسرعه، بقوانين يعني ما اتى الله بها من سلطان. يعني وهنا الغرابه في بلادنا انه احنا اليوم علقنا الدستور وما ادراك، ومناش قادرين نعلقوا جمله من القوانين الظالمه المعرقله اللي بيروقراطيه لا أراك الله. نبقى في مجال الاستثمار لنشير إلى أن السيد محمد المنصف المرزوقي عاين قبل ذلك بمطار صفاقس الدولي طائرتين تابعتين لشركة طيران جديدة شهدت النور بعد الثورة وأطلق عليها اسم سيفاكس ايرلاينز. كما استمع من باعث الشركة إلى بيانات ومعطيات بشأنها. المشروع هذا معناها في استثمارات كبيرة، منهم طائرتين من نوع الايرباص 319، طائرة سميناها كرامة والطائرة الثانية حرية، على تخليدا للثورة. والمشروع هذا إذا ما كسرتش الثورة المباركة ما ينجمش يكون. المشروع هذا يشغل 150 إطار في الأول، ولكن بعد مش يوقع تطوير الشركة، وإن شاء الله في الأفق البعيد ما بعد 5-6 سنوات باش يكون مشروع اللي يشغل 2000 شخص بطائرات أكثر وبمركز للفني للمانتونس. هذا واختتم السيد محمد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت زيارته إلى صفاقس بالتحول إلى كلية الطب، حيث ألقى محاضرة تمحورت حول مفهوم الصحة وأبعاده النظرية والعلمية. ونواصل مع نشاط رئيس الجمهورية المؤقت.